وبيبدأ فيلم النهاردة في فلوريدا مع المسجون كورت اللي بيكون قاعد مع شخصية مهمة اسمه فينزو، وبيكون كورت فاكر انه جاي علشان يتكلم معاه في القضية اللي دخل بسببها السجن، وهو انه قتل صاحب حانة شرير. وبيقول كورت لفيتزو انه مش هيتساوم على اي حاجة وانه مش ندمان على اللي عمله ده نهائي. فبيقول له فيتزو انه مش جاي علشان يتكلم معاه عن القضية اللي دخل بسببها السجن، وبيفاجئ فيتزو كورت كل المعلومات اللي يعرفها عنه، وبيقول له انه دخل السجن سنة 1995 ومؤهل للخروج المشروط سنة 2031. وبيقول فيتزو لكورت ان يقدر يستمر في السجن او يعمل اللي هيطلبه منه وهيخرجه فورا. فبيسأل كورت فيتزو عن اللي عايزه منه، فبنعرف ان فيتزو من وكالة الاستخبارات المركزية وانه جاي علشان يخرجه من السجن، لكن بشرط انه ينضم ليه لوحدة خاصة بيه اسمها سيرا، عملها فيتزو مخصوص علشان يحارب المجرمين بالمجرمين بعد ما بيجيبهم من السجن وبيعمل عنهم كل التحريات المطلوبة. وبيعدي الوقت وبنشوف كورت في بانكوك وهو قاعد في حفلة، لكن وجود كورت في اي مكان بيكون معناه وجود عملية. واثناء ما هو قاعد بتجيله العميلة ميريندا، ودي بتكون اول مرة يشوفوا بعض فيها، وبتدي ميريندا اشارة لكورت ان يبدأ العملية. فبينزل كورت للدور اللي تحت الحفلة، وتحت بيكون في شنطة مجهزة للعملية. وبيجيله تليفون من مايكل رئيس المركز بعد ما فيتزو بيكون طلع على المعاش، وبيقول له المهمة لكورت واللي بتكون عبارة عن قتل الهدف اللي هيوصل الحفلة دلوقتي حالا. ولما بيقفل مايكل مع كورت بيسأل العميلة سوزان هما ليه بعتوا شخص من سيرا مش شخص تاني موثوق فيه، فبتقول له ان هو الوحيد اللي يقدر يقوم بالمهمة دي. بيوصل للهدف وبينزل من عربيته، وبيكون كورت ماسك سلاحه وموجهه للسقف، وقبل ما يضرب بيلاحظ وجود طفل مع الهدف. فبيتوتر كورت ومش بيضرب، فبيسأله مايكل ليه ما نفذتش لحد دلوقتي، فبيقول ان في طفل مع الهدف ولو قتله في احتمال ان الطفل ده يتأذى. فبيقول له مايكل انه عطى الامر بقتله ولازم يقتله تحت اي ظرف. فبيوجه كورت سلاحه مرة تانية وفي الاخر بيرفض ان ينفذ. بيقول لهم في السماعة ان البندقية مش شغالة، لكنه بيكون عنده خطة تانية وهي انه يخرج من المكان اللي هو فيه، وبيستغل اصوات الحفلة العالية وبيبدأ يقتل حراس الهدف باستخدام سكينة واحد ورا التاني. والعميلة ميريندا بتساعده لحد ما بيوصل كورت للهدف اللي بيقول له كورت انه عارف يبقى مين. فبيستغرب كورت وبيكمل الهدف كلامه وبيقول له ان هو كمان كان مكانه، وبنعرف ان الهدف كان هو كمان شغال مع سيرا وانه كان رقم 4 في البرنامج. كلام الهدف مش بيمنع كورت من تكملة العملية، وبعد ما بيقتله كورت بيقول له رقم 4 يخلي باله لانه اكيد هو الهدف الجاي، وانهم بيتخلصوا من كل عملاء سيرا. وبيديله سلسلة بيقول له ان السلسلة دي تقدر تدمر كل الفاسدين في الاستخبارات وبالاخص مايكل. فبيمشي كورت وبتوصل رجالة الاستخبارات، ولما بيفتشوا الهدف بيلاقوا اللي قتلوه علشانه مش موجود، واللي هو السلسلة اللي عطاها لكورت. فبيتصل مايكل بكورت وبيسأله ليه ما نفذتش العملية بالشكل المخطط ليه، فبيقول له ان البندقية ما كانتش شغالة. فبيعمل مايكل نفسه مصدق كورت وبيسأله اذا كان اخد اي حاجة مهمة من الهدف، فبيكذب كورت وبيقول له لا. واثناء ما بيكلمه بيفتح السلسلة وبيلاقي فيها شريحة، فبيروح كورت المكان فيه اجهزة كمبيوتر وبيحط الشريحة، وبيلاقي مصايب تخص مايكل كان ماسكها عليه العميل رقم 4، وعلشان كده كان عايز يتخلص منه في اسرع وقت. وهنا بتكلمه مريندا وبتقوله ان مايكل كلمها وقال لها على ميعاد ومكان الطيارة اللي هترجعهم للمركز، لكن بيقول لها كورت انها هترجع لوحدها لانه غير خططه وبيقفل السكة. وبيكلم كورت فيتزو وبيسأله عن حياة التقاعد، فبيقول له فيتزو ان اكيد اريح من اللي هو فيه دلوقتي، وبيحكي له كورت عن كل اللي حصل. لكن فيتزو مش بيتفاجئ لانه بيكون عارف فساد مايكل من زمان، وبيقول له انه هيجيب له كل المعلومات اللي محتاجها من خلال علاقاته. وفي مقر الاستخبارات بيكون مايكل متعصب جدا بسبب اللي حصل، وبتتكلم معاه سوزان وبتطلب منه يديها فرصة تانية. فبيرفض مايكل بعد اللي حصل وبيقول لها انه هيستعين بهانسن. فبتتصدم سوزان من اللي بيقوله مايكل وبتسأله اذا كان هيستعين بحد مجنون زي هانسن. فبيبص لها مايكل وبيقول لها ان محدش قال ان العملية عايزة شخص عاقل. فبنروح لهانسن وهو بيعذب شخص في موناكو علشان ياخد منه معلومات، لكن بيتصل بيه مايكل وبيقول له غير وجهته وانه هيبعت له معلومات عن عملية تانية. فبيوافق هانسن على طول، بالذات لما بيعرف ان الهدف من فرقة سيرا التابعة لفيتزو لانهم على علاقة مش كويسة من زمان. وبنشوف كورت بعد ما فيتزو بيكون بعت له طيارة علشان تنقله ومعاها فرقة خاصة علشان تحميه وتوصله، وبيركب كورت معاهم بعد ما ذكر انه بقى خلاص في امان. لكن بيسافر هانسن وبيروح لفيتزو وبدون مقدمات بيسأله عن كورت، فبيقول له انه ما يعرفش عنه حاجة بعد التقاعد. لكن هانسن بيكون عارف ان فيتزو بيكذب، فبيكون عامل حسابه وبيوري له صور كلير بنت اخوه وهي مخطوفة، وبيقول له يختار يا ينقذها يا ينقذه. فبيضطر فيتزو انه يكلم الفرقة اللي مع كورت وبيطلب منهم يقتلوه، وفعلا بتبدأ الفرقة في تنفيذ اوامر فيتزو. لكن كورت بيكون حاسس ان في حاجة غلط بتحصل وبيكون مستعد لهجومهم، وبيقدر ان يتعامل معاهم كلهم. والطيارة بتخرج عن السيطرة تماما وبتنفجر، وبيقدر كورت ان يفتح الباراشوت وبينزل مع بعض الاصابات في تركيا. وبيكلم فيتزو وبيقول له على اللي حصل، فبيقول له انه اضطر يعمل كده لانهم خطفوا كلير. فبياخد هانسن منه التليفون وبيقول له كورت ان هو اللي ماسك العملية. فبيسأله كورت عملية ايه، فبيقول له عملية قتله، وبيطلب منه ما يقلقش لانه
هيموت اسرع مما يتصور. وبيقفل هانسن السكه وبيرمي التليفون من العربيه، فبيروح كورت لمزور وبيقول له انه عايز يعمل جواز سفر في اسرع وقت ممكن، لحد ما فجاه بيكتشف ان الراجل ده يبقى خاين وبيوقع كورت في حفره، لان هانسن بيكون حط مكافاه كبيره جدا على اللي يمسك كورت. وبيحدد رجاله هانسن مكان كورت وبيروحوا له، وهناك لما بيطلب منهم الراجل مكافئته بيقتلوا هانسن من غير ما يفكر، لكنهم ما يعرفوش ان اثناء ما كورت محبوس في الحفره بيقدر ان يعمل قنبله يدويه وبيفجرها، فبيخرج من الحفره وبيشتبك مع رجاله هانسن لحد ما بيظهر هانسن نفسه وبيرحب بكورت اللي بيرمي قنبله علشان كل واحد فيهم يجري في حته مختلفه. فبينط كورت من الشباك، ولما بيلاقي هانسن جاي عليه وقبل ما يهجم بيتصاب بطلقه مخدره في رجله. وبنشوف ميريندا جايه تساعد كورت، ولسه كورت بيشكرها بترفع مسدس في وشه وبتطلب منه يركب في شنطه العربيه فورا. واثناء ما هم ماشيين بالعربيه بيسالها كورت هم رايحين على فين، فبتقول له ميريندا انهم في الشغل شاكين فيها انها مشتركه معاه في اللي عمله، فهتاخده المركز القياده بتاعها علشان يقول لهم انها ملهاش علاقه باي حاجه. وبتساله هو سرق ايه، فبيقول لها كورت انه ما سرقش اي حاجه وان العميل 4 اداها له. ولما تساله عليها ايه بيكذب عليها وبيقول لها انها كانت مشفره، لكن بتعرف ميريندا انه بيكذب، فبيقول لها ان مفيش سبب يخليه يثق فيها، فبتقول له انها لسه ناقصه حياته حالا. فبيقتنع كورت وبيقول لها ان الشريحه عند صديقه قديمه اسمها مارجريت عايشه دلوقتي في براج. وبيقول كورت لميريندا ان هانسن خاطب بنت صغيره وبيساوموا عليها، فبيقرر ميريندا انها تساعد كورت. وبعد اللي بيحصل لهانسن بياخد الطياره وبيروح لمقر الاستخبارات في كرواتيا، وبيدخل على سوزان اللي بتكون معترضه تماما على طريقه شغله، فبيقول لها ان هو املهم الوحيد انها تحافظ على شغلها، ولو عايزه العمليه تتم مفيش قدامها غير انها تسمع كلامه. وبيروح فيتزو لبنت اخوه كلير اللي اول ما بتشوفه بتجري عليه وبتحضنه، وبيحاول انه يطمنها ان محدش يقدر يأذيها. وبيقدر هانسن انه يجيب تسجيل للكاميرات لكورت اثناء ما كان بيبعت طرد لشخص في براج اثناء ما هو مخبي وشه، فبيعرف ان اكيد الطرد ده فيه الشريحه اللي بيدوروا عليها. وبيطلب من فريق الاغتيال يجهزوا نفسهم علشان يقوموا بالمهمه. وبيدخل هانسن على كلير وفيتزو وبيخلي رجالته تطلع كلير بره وبيكتفوا فيتزو وبيسالوه عن اصدقاء كورت اللي موجودين في براج، فبيقول لهم فيتزو انه ما يعرفش حد هناك. وحتى بعد ما بيعذبوا هانسون بيرفض انه يتكلم لحد ما بيهددوا هانسون بكلير وبيقول له انه ممكن يجيبها مكانه دلوقتي. فبيضطر فيتزو انه يقول لهم على مارجريت اللي بيروح لها كورت ومريندا، وهناك بيشوفوا هما الثلاثه ومحتوى الشريحه. وبتقول لهم مارجريت انها فيها البلاوي اللي كان ماسكها رقم 4 على مايكل، وانه مجند الوكاله كلها كفريق اغتيال خاص بيه بيعملوا له كل العمليات المشبوهه والتفجيرات. وفجاه واثناء ما كورت بيتكلم مع مارجريت بيلاحظ حد هيضرب نار عليهم من تحت، فبيحمي مارجريت وبيشاور لمريندا انها تاخد العربيه وتهرب. وبيكون في مخبأ سري في البيت بيطلب كورت من مارجريت انها تنزل، فبتقول له ينزل هو الاول وهي هتنزل بعديه. فبتفاجئوا مارجريت انها بتقفل الباب وراه وبتفضل هي فوق ومعاها قنبله يدويه، واول ما بتدخل رجاله هانسن عليها بتفجرهم وبتفجر نفسها معاهم. وكل ده هانسن شايفه في الكاميرات وهيتجنن، وبيسال رجالته ايه الصعب في قتل راجل واحد بس. لكن كورت مش بيكون فريسه سهله تماما، وحتى الشرطه لما بتيجي علشان تقبض عليه بيشتبك معاهم وبيحاول يهرب منهم لحد ما عربيه بتخبطه وبيقدروا انهم يقبضوا عليه. وهنا بيظهر جنون هانسن اكتر لانه بيطلب من فريقه الاشتباك مع الشرطه، وبتحصل معركه كبيره بين الاثنين، وكل ده علشان يجيبوا كورت واللي معاه. لكن كورت بيقدر ان يحمي نفسه، وبعد ما فريق كامل من عند هانسن بيموت بيطلب دعم فريق تاني، فبيركب كورت مع ميريندا وبيهربوا. واول حاجه بيعملوها انهم بيروحوا علشان يعرفوا المكان اللي هانسن خاطف فيه كلير، وبيقدروا يعرفوا انهم في كرواتيا. وفي اللحظه دي بيظهر اخر كارت لهانسن وهو صديقه الهندي سان، اللي بيكون واضح انه على كفاءه عاليه جدا لانه بيشتبك مع كورت وميريندا في نفس الوقت. ومش بس كده، ده بيقدر ان يتغلب عليهم اثناء ما هم مصابين، وبياخد الشريحه من كورت وبيهرب. ولما بتحاول ميريندا وكورت انهم يوقفوه بيهرب منهم وبيروح في طريقه لهانسن علشان يسلموا الشريحه. وفعلا بيوصل سان لهانسن وبيؤمر رجالته انهم يدخلوه، واول ما بيدخل عليه بالشريحه بيضحك هانسن لانه كان عارف ان اللي ما عملوش رجالته كلهم هيقدر هو لوحده يعمله. وبيدخل هانسن على سوزان وهو فخور جدا باللي عمله، فبتبص له سوزان وبتقول له انه فخور بخطف بنت صغيره. فبيبص له سان وبيساله اذا كان فعلا خاطف بنت صغيره، فبيضحك هانسن وبيقول له انها حرب والحرب ما فيهاش قوانين. وهنا بتتغير ملامح سان، وفجاه النور بيقطع وبنشوف شخص ماسك ارباجيه وبيضرب على المقر بشراسه شديده. فبيبص هانسن من الشباك وبيعرف انهم تحت، وبيطلب من كل قواته انهم يجهزوا نفسهم علشان يتعاملوا مع الهجوم اللي بيتعرضوا له. وكمان فيتزو وكلير بيكونوا شايفين اللي بيحصل، فبيطلب فيتزو من كلير انها تستخبى تحت السرير وما تطلعش. وفجاه بيحس فيتزو بالباب بيفتح، لكنه بيتفاجئ بانه كورتو جاي علشان ينقذهم. وبنعرف ان الشخص اللي بيهجم على المقر ده يبقى ميريندا، وبيفهم هانسن انها بتعمل كده علشان تشتتهم ويبعدوا عن اوضه فيتزو وكلير. فبيجري كورتو مع فيتزو وكلير علشان يهربهم، واثناء ما هم بيهربوا بتيجي طلقه في فيتزو، وطبعا مش بيرضى كورت ان يمشي ويسيبه، فبيترجاه فيتزو ان يسيبه لانه كده كده ميت، وبيطلب منه يخلي باله من كلير. وفي نفس الوقت بتشتبك ميريندا مع سان، لكن المره دي مش بيكمل سان المعركه معاها، وبيديها الشريحه وبيقول لها ان نوايا هانسن واللي معاه مش كويسه،
كويسه وانه مش هيكمل شغله معاهم. وبتيجي المواجهه المنتظره بين هانسن وكورت اللي بيظهر الفرق الواضح في المستوى بينهم، وبيكون كورت امهر من هانسن بكتير جدا. واثناء اشتباكهم ببعض بتضرب سوزان هانسن طلقه بتقتله، وبتقول لكورت انها مش هتقتله هو كمان، وانها قتلت هانسن لانه كان شخص مؤذي لكنه هيرجع للسجن مره تانية، ومفيش مانع يكون في مهمات بينهم وقت تاني لانه فعلا ممتاز في اللي بيعمله. وبتاخد سوزان الشريحه وكورت وبتروح بيه على واشنطن. وبعد اسبوعين بنشوفها هي ميريندا ومايكل اثناء التحقيق معاهم، وبيقول لهم المحقق ان هم الثلاثه مش مدينين باي حاجه، ده لان سوزان بتكون خبت الشريحه علشان تفضل مساومه بيها مايكل. وبعد الاجتماع بتروح هي ومايكل علشان يشوفوا كورت وهو في السجن تحت الحراسه مشدده، فبيتصدموا لما بيلاقوا كل الحراس مقتولين وكورت مش في اوضته. وبنشوفه وهو رايح لكلير اللي بتكون حزينه بعد موت فيتزو، واول ما بتشوف كورت بتفرح جدا وبتجري تلونه، وبيكون كورت جاي علشان ينفذ وصيه فيتزو ويعتني بكلير. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.